الحقيقه موضوع ابو تريكه فعلا جت عروض لابو تريكه من اهل دبي، من اهل دبي، ايوه، ومن قطر ومن السعوديه، وفي تفاوض على هذا الكلام. الحقيقه الكلام دوت في النهايه خالص. في انديه محدده ولا انا بقى مش فاكر غلط في الانديه، كان اعتقد السد القطري والهلال السعودي اهلي دبي. انا بيني وبينك يعني المهم يعني انا عندنا فعلا في 3 عروض تفاوض في هذا الموضوع. الموضوع ده حسم بدون تدخلنا نهائي. حسم من ابو تريكه وكابتن هادي خشبه وكابتن حسام البدري، كويس. وجي كابتن ابو تريكه قال لك انا قاعد ومش ماشي، وانا احب ان اقعد في النادي الاهلي واستمر. هذا الموضوع فيري سيمبل كده ببساطه متناهيه. انتوا كمان بس يا كابتن حسن لما ابو تريكه خد هذا القرار، ابو خير ما خدش قرار، خد قرار ان هو مش هيسافر. بعد ما خد القرار ان هو مش مسافر، ان هو قاعد يعني. انتوا كمجلس اداره انتوا فكرتوا ازاي فيه؟ هل فكرتوا مجلس الاداره ما اجتمعش؟ لا انت ممكن كلجنه كوره يعني كلجنه كوره يعني كلجنه كوره يعني حاجه. الحقيقه ولد مشرف جدا، ولد جدير بالاحترام ابو تريكه يعني. يعني حتى في تفكيره وحتى في تصرفاته بني ادم اعتقد ان هو محترم جدا يعني. نعم هو محترم فعلا يعني اخر كلام يا كابتن حسن ان هو قاعد في النادي، ولا بقى في تعويض ولا ما فيش تعويض ولا مش عارف ايه. الموضوع في منتهى البساطه اصير وانتهى بهذه الطريقه. خلاص ابو تريكه باقي في النادي الاهلي هذا الموسم. كابتن حسن احنا معانا ومنه هو منه هو وهنا بنقول بقى، هنا بنحيي محمد ابو تريكه، فعلا النجم هو نجم مش حاجه جديده يعني. معانا رئيس القلعه البيضاء الاستاذ ممدوح عباس. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. اهلا دكتور مصطفى، ازي حضرتك؟ ازي صحتك؟ منور يا كابتن حسن. ربنا يخليك. ازيك؟ اهلا بيك، ازي صحتك؟ ازي اخباركم؟ الحمد لله. استاذ ممدوح انا عندي سؤالين مهمين جدا. ربنا يخليك الامر لله. السؤال الاولاني بعد ما قلنا هنا كنت حضرتك موجود معانا على الهواء مباشره، وقلنا لاعضاء الجمعيه العموميه القائمه هي نجاح الدوره بحالها، ويبقى في انسجام وفي نجاح وفي كل شيء. انت تقول ايه لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ والله انا يعني ما اعرفش انا يجوز لي ان انا انصح اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ولا لا، بس انا بقول ان تجربه النادي الاهلي وانتخاباته اثبتت على الدوام نجاح سياسه القوائم. وانا اعتقد ان السياسه دي اثبتت ايضا صحتها وقناعه الناس بيها في انتخابات نادي الزمالك اللي فاتت. وانا بقول ان القائمه بتعبر عن مجهود وفكر واحد وموحد واستعداد تيم انه يتعاون مع بعضه عشان ينهض بناديه. ده اللي انا بقدر اقوله بالنسبه للقوائم وبالنسبه لميزه القوائم. استاذ ممدوح، احنا بنتكلم على الزياره لوزاره الكابتن حسن حمدي لنادي الزمالك المفاجاه. هل دي انت شايف من وجهه نظرك دي شهاده الاحتقان الى حد ما بين الجماهير بينها وبين بعض؟ والله انا عاوز اقول يعني مش عارف الجماهير تعرف ولا لا ان انا والكابتن حسن يعني في شكل حوار دائم ومستمر من اجل صالح الناديين وصالح الكره المصريه، وانه الاجتماعات على مدى الاسابيع اللي فاتت الماضيه بتشهد ان احنا قاعدين بنحمل وجهه نظر واحده في قضيه البث الفضائي، وان احنا بنتكلم بلغه واحده، وانه انا بعتقد انه او مش بعتقد انا يعني مقتنع قناعه تامه انه هناك مصالح استراتيجيه بتربط النادي الزمالك والنادي الاهلي مع بعضهم، وانه يجب ان يكون هناك حد كبير جدا من التوافق والفكر والتعاطي بالنسبه للقضايا اللي مطروحه على الساحه الكرويه. وانا بعتقد ان الكابتن حسن يوافقني على ده. ويعني اللي انا عاوز اقوله ان الزياره اللي قام بها الكابتن حسن طبعا شرفنا ونورنا في نادي الزمالك، واعتقد انها يمكن اول زياره له من كان حوالي 6-7 سنين، وانه كانت زياره وديه للغايه وتبادلنا فيها كل القضايا اللي ممكن انها تثار بشكل ودي جدا بيننا وبين بعض. ايه اهم القضايا يا استاذ ممدوح؟
هي قضيه البث الفضائي هي القضيه الشاغل لاداره الناديين في الوقت الحالي، لان احنا بنصر على انه انديه الكوره التي تملك حق المنتج وهو او صاحبه المنتج اللي هو الكوره يجب انها تحصل على حقوقها المشروعه في قضيه البث الفضائي. استاذ ممدوح، الكابتن حسن معاك، عاوز يسلم عليك وعاوز يتكلم معاك. اتفضل يا كابتن حسن. اتفضل. استاذ ممدوح ازيك؟ واعتقد انك اجازه وتقضي اجازه سعيده الله يخليك. انا عارف ان انت مزنوق في الانتخابات عندك، انما ان شاء الله تخلصها يوم 29/7 وتستمتع بشويه ايام قليله كده قبل ما رمضان يجي ان شاء الله. تقضي اجازه وترجع ربنا يخليك. سلام. استاذ ممدوح، احنا بنتمنى نادي الزمالك التوفيق السنه دي ان شاء الله، ويخش في المنافسه مع النادي الاهلي ويرجع للبطولات تاني وتعود القلعه البيضاء الفن والهندسه. انا بعتقد يا كابتن مصطفى ان الزمالك قادم وقادم بقوه، وانه احنا دعمنا الفرقه بالشكل اللي يرضي طموحنا وطموح جماهيرنا، وان شاء الله وبدون مقاطعه هنبقى على الطريق. وانا بعتقد كمان جازما يعني انه السنه دي هتشهد منافسه عنيفه جدا على الدوري العام، في ضوء ان في انديه غير الاهلي والزمالك انديه قادره على انها تنافس على هذه البطوله يعني. وانا مش عارف لو لكم اسئله تانية بالنسبه لي انا تحت امركم، انما انا عاوز اقول تاني وبأكد انه انا مستني يوم 29/7 علشان اهنئ صديقي حسن حمدي. وانا في هذا المقام بس وكنت عاوز قبل ما تقفل معايا اتفضل اشكر الدكتور حسن مصطفى على المجهود اللي قام بيه في الانتخابات بتاعت الاتحاد الدولي للتنس النهارده، ونجاح الكابتن اسماعيل الشافعي في الحصول نعم على مركز في اللجنه التنفيذيه العليا للاتحاد الدولي للتنس. وكان مجهود الدكتور حسن مصطفى مجهود عظيم يجب ان يشكر عليه كراجل في منصب دولي وبيساعد المصريين اللي بيترشحوا للمناصب الدوليه. وانا بشكركم وتصبحوا على خير. قبل ما تقول لنا تصبحوا على خير، عمرو زكي باقي ولا هيحترف بره؟ لا ان شاء الله انا بعتقد ان عمرو زكي السنه دي باقي بره. بنشكر استاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك ومزيد من النجاح ان شاء الله الفتره القادمه. ربنا يخليك يا دكتور وتصبحوا على خير. ميرسي ليكم. مع الف سلامه. كابتن حسن، انت زعلان ان النادي الاهلي السنه دي مش في كاس العالم للقارات، في كاس العالم للانديه اللي هيقام في دوله الامارات العربيه؟ طبعا زعلان. يعني كان نفسي نبقى احنا موجودين على طول في كاس العالم، خصوصا في الدول العربيه، وخصوصا في الدول العربيه طبعا. نعم. بس هي الكره كده او الرياضه كده يعني الرياضه انت طبعا اصعب حاجه ان انت تقعد في القمه اطول مده ممكنه، لكن بتحاول ان انت تستمر عشان تبقى بطل وتستمر ان انت على القمه على طول. لكن هي دي الرياضه، ما تقدرش تستمر على طول. لكن اللي احنا بنوعد بيه ان احنا نظبط نفسينا اكتر، نعرف ان احنا خسرنا عشان في عيوب فينا لازم تتصلح العيوب ديت. السنه الجايه لازم احنا الحمد لله يعني مشاركين في افريقيا السنه دي الجايه باذن الله. يعني انت شايف ان الفتره مش هتطول؟ لا اتمنى ان انا اكسب افريقيا طبعا، واتمنى اوصل كاس العالم مره واثنين وثلاثه تانيين. نعم. شوف احنا ميزتنا كنادي دايما لما بنشارك كبطوله، يعني عمرنا ما بنفكر ان انت بتخش مشاركه علشان ان انت تعمل مشاركه مشرفه او لا. النادي الاهلي نادي بطوله، لما بيشارك في بطولات بينافس على البطوله. طبعا في بطولات اعلى مننا بكتير، يعني بطولات العالم للانديه بلا شك، لكن عندنا الطموحات دايما في الحته ديت ان احنا ننافس على اي بطوله نشارك فيها. طيب كابتن حسن، انت شايف ان الصفقات اللي عملها النادي الاهلي السنه دي تساعدك على انك توصل لكاس العالم للانديه مره ثانيه وتنافس على البطولات؟ يعني مثلا هقول لك انا على سبيل المثال فرانسيس داوده من ليبيريا، وائل شفيق من سموحه، محمد خلف من نادي النصر، علاء شعبان من نادي الحمام ده فريق تحت 18 سنه، محمد فضل من الاسماعيلي، عضيه البلقاسي من الاولمبي. يعني ما شفناش من